النيل يغطي تقريبا كافة المحافظات. بالصدفة المجموعة اللي احنا بنتكلم عنها تصادف ان هي المجموعة اللي جزء من اعمال قدمتها كان حلقة امبابة اللي قدمناها لحضراتكم، اللي في ناس طلبوا على النت انها تتعاد، لكن لظروف ان احنا على الهوا ما قدرناش ان احنا نلبي هذا الطلب. بالصدفة ايضا تليفوني جه في ايد حد منهم، اتصلوا بينا وقالوا لنا احنا الاستاذ مصطفى بكري اتكلم عننا. الغرض ايه؟ الغرض حاجتين. العمل التطوعي لما بنقول ثورة، الثورة ما كانتش بس ثورة في ميدان التحرير، كانت لازم ثورة بمفهوم تاني، ثورة في تغيير العمل التطوعي بما يتناسب مع متطلبات مصر والمصريين. التاني هخليه اثناء الحوار، بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيوف حلقتي النهارده. استاذ مهندس زراعي وليد عبد المنعم، استاذ وائل احمد حامي، برحب بحضراتكم معايا. اول مره في حياتنا مش هنطلع في البرنامج اول الامر بتقرير، احنا هنسيب الصور تصاحبنا. انا قدمت مقدمه طويله، لكن وليد عايزاك تبتدي معانا وتقول لي بعد ثوره 25 يناير ابتديتوا ازاي؟ احنا بعد انتهاء الثوره وهدم النظام السابق فكرنا ان الموضوع كله مش موضوع ان احنا نتكلم في السياسه وبس، او نحاول نبني مصر سياسيا على الديمقراطيه والحريه، لازم كمان نبص للشق الاقتصادي والاجتماعي. ركزنا في شغلنا كله على المناطق الشعبيه والمناطق المهمشه، لان لقينا ان اغلب سكانها ما بيتمتعوش بالثقافه العامه اللي تؤهلهم ان هم يشاركوا داخل المجتمع ويكونوا ايجابيين فيه. فابتدينا ان احنا نكون اللجان الشعبيه المستقله لحمايه مكتسبات الثوره، اللي اشتغلت على 5 محاور. المحور الاول التثقيف والتوعيه للمواطنين. المحور الثاني لجنه منها مكافحه الفساد ومراقبه الاسواق، يعني موضوع مثلا زي انابيب البوتاجاز اشتغلنا فيه وحققنا فيه الحمد لله نجاحات كويسه جدا، ان احنا كنا بناخد من التموين انابيب بوتاجاز على العربيات ونحاول ان احنا نوزعها بوجود شباب الثوره بعيد عن استغلال التجار. موضوع تاني زي مثلا الخدمات العامة، حملات النظافة الموجودة في الشارع، كوننا جبهة للتراث لحفظ التراث الفكري. حضرتك عارفة ان بعد الثورة حصل في حاجات كتير منها انتهاكات بالنسبة لبعض الأعمال الترميمية وأعمال المتاحف. كوننا جبهة مننا وتعاوننا مع الطلاب بتاعت الفنون التطبيقية بالمجهودات الذاتية عشان نقدر ان احنا نرمم بعض الحاجات اللي باظت، يمكن هتكون موجودة مع حضرتك في التقرير. قدرنا الحمد لله ان احنا نحاول نجمع الناس حوالينا ونفهمهم حقوقهم وواجباتهم، يعمل ايه ويتصرف ازاي يقدر يكون فعال داخل المجتمع بتاعه. اتعاوننا مع مجموعات كبيرة جدا موجودة، بدأنا طبعا من مناطقنا زي امبابة زي الزاوية زي الشعبية، والحمد لله الموضوع بتاعنا سمع جدا على الفيسبوك، وابتدت انشطتنا تبان من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، ففي ناس كتير جدا انضمت لنا. الحمد لله حاولنا ان احنا نكون جبهات قوية عشان نقدر نوصل للمواطن البسيط، اللي المفروض ان الثورة دي قامت عشان خاطر توصل للمواطن البسيط، والحمد لله ودينا مكملين. الحمد لله بنحاول ان احنا نوصل عاداتنا ان هي تخطي جمهورية مصر العربية كلها من مرسى مطروح لأسوان. فعلا الى حد كبير جدا المواقع بتاعتنا دلوقتي وصل فيها الاعداد لحوالي 350 ألف مواطن بيتعاون معانا. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل فكرنا للناس اللي موجودة ان احنا لازم نبدأ من تحت، ان الثقافة بالنسبة للمواطن لازم تبدأ من تحت، ان هو اللي بيحكم هذه البلد عن طريق اختياراته الصحيحة للناس اللي بتمثله، ان هو صاحب القرار، ان الشرعية هي شرعية للشعب. بس يا فندم نحاول ان احنا نكمل يعني. وائل انت من اول رحلة مع وليد؟ من ايام قبل الثورة كنت شغال برضه في العمل السياسي في تبع حركة شباب ضد الغلاء. كنا برضه كان هدفي برضه وهدف المجموعة والجروب اللي احنا نشتغل برضه على المستوى الاجتماعي اللي هو المواطن البسيط، اللي احنا برضه نشوف مثلا الاسعار، مثلا التجار بتغلي اسعار مثلا زي اللحمة مثلا، بناخد من التموين اسعار استرشاديه، بنبقى عارفين ان الاسعار دي مثلا سعر السكر كذا، سعر اللحمه كذا، سعر ده كذا، سعر ده كذا. بنحاول ان احنا نعملها على الفيسبوك او بنوزع بيها مثلا ورق مثلا بعد صلاه الجمعه، بعد هنا في الجامعه، ايام ما كنت مثلا في الجامعه بدرس فيها لسه كنت بوزعها على الطلبه بحيث اللي توصل برضه لاهاليهم وكده، بحيث ان هم محدش يبتزهم ومحدش من التجار. طب علي صوتك معايا. انتوا دلوقتي بقالكم يعني زي ما سمعت من وليد بعد الثوره اختلف النشاط، انت بتقول لي ده قبل الثوره، ابتديتم كلجان شعبيه الاول. ابتديتم عددكم كام عشان تعرفوا تحطوا اولا المحاور ال5 اللي هو قالهم؟ مين هينفذها؟ ده اكيد كان محتاج تخطيط وتنفيذ سريع جدا.
وصلتوا ل 350,000. تفتكر ابتديتوا قد ايه الاول؟ ابتدينا بحوالي 1000 فرد، لان احنا كنا تبع اصلا حركات سياسيه قبل كده، يعني حركه شباب ضد البطاله، شباب ضد الغلاء. فابتدينا نجمع، وفي ناس عرفناها من الوطنيه التغيير ومن هنا ومن هنا، ابتدينا نجمع افكارنا كلها مع بعضنا بحيث ان احنا نطلع الفكره ديت، بحيث ان احنا نخدم المواطن البسيط. لان الثوره قامت فعلا عن الحريه والديمقراطيه وكل ده يعني للشعب كله، بس احنا هنا فين الناس اللي هي تعبانه، فين الناس اللي هي الاغلبيه الصامته اللي هي ما بتقدرش تعبر عن نفسها، اللي هي فعلا اللي هو المواطن الكادح بمعنى اصح، لازم ان احنا نفيده بعد الثوره. يعني كان الهدف حاجتين، انك تساعد لكن تقويه بالعلم والمعرفه كمان. بالظبط. ولو في ايدينا اللي احنا مثلا نرشده في حاجه تساعده في معيشته نقدمها له، ممكن بنقدمها له. يعني مثلا حاجه زي مثلا الانابيب الغاز دي، ما انت الانبوبه مثلا حضرتك مثلا لو تطلع مثلا في البيوت ب 35 جنيه، في موظف بسيط بيقبض 500 600 جنيه، لما يجيب الانبوبه مثلا ب 35 جنيه طب ده يعمل ايه؟ ما احنا برضه لا، احنا مثلا بمجهودنا ان شاء الله بنروح ناخد من التموين الانابيب وبنوزعها احنا مثلا ب 5 جنيه او ب 4 جنيه حسب ما بتجي لنا من الايه؟ من مكتب التموين، فده كويس ليه كمساعده برضه ماديه. وليد، لو قلنا الخمس محاور، الاولويه عندك كانت ايه؟ في الخمسه في الاول قلت ابتدي بايه الاول؟ عشان اشوف مثلا حلقه زي حلقه امبابه، واحنا عارفين ان ده يعني خطوه من خطوات مختلفه كتير حصلت لسه هنقول للساده المشاهدين عليها. الاولويه عندي كانت بعيده عن حلقه امبابه شويه، اللي هي معاونه الامن في شغله لاستعاده هيبه الدوله. خلينا صراحه مع بعض، مفيش اقتصاد لاي بلد متقدم هيتبني دون وجود الامن. كنا بنحاول ان احنا نتصل بالامن ونحاول نساعده وننزل معاه في الحملات. طبعا حضرتك كنت عارفه للاسف الروح المعنويه لجهاز الامن كله بعد الثوره كانت منخفضه، فكنا بنحاول نساعدهم، نقول لهم احنا معاكم، احنا بنشد من عضد بعض، احنا جنبيكم، ننزل معاهم في الحملات، بنحاول ان احنا نحدد بؤر الفساد وبؤر الجريمه ونحاول نحددها لهم. موضوع تاني كان مهم جدا، لما كنا بنعمل مؤتمرات في الشارع عشان نثقف فيها الناس، كنا بنتكلم في حاجات سياسيه يعني كبيره شويه على وعي المواطن البسيط، الليبراليه والراديكاليه والعلمانيه. كان المواطن البسيط يقول لك يا عم انت فين هنا؟ انزل اتكلم معايا في ازازه الزيت اللي بقت 9 جنيه، انزل اتكلم معايا في رغيف العيش اللي انا باخده دلوقتي بالغلا وبالكو بالصعوبه وما بيوصليش. كلمني في الحاجات دي. فلازم ان احنا كنا نوصل الافكار دي للمواطن البسيط، نقول له احنا معاك، احنا جنبك، الثوره دي ليك انت. عشان نعمل ده قلنا ما كانش سهل، كان عايز خطاب معين اخاطبه، اديله الطمانينه الاول، يثق فيا الاول وبعدين يسمعني، واخاطبه ازاي. احنا هنقف مع الفاصل ونعود مره اخرى نواصل حوار.